الصحة تاج على رؤوس الأصحاء لا يراه إلا المرضى. هي نعمة لا يدرك قيمتها إلا من فقدها، ولا يقدر أهميتها إلا من مر بتجربة ألم أو مرض. إن الصحة هي القوة التي تمنحنا القدرة على التحرك والعمل، وهي أساس كل شيء في الحياة. نحن نعيش في عالم مشغول، نركض وراء أهدافنا وطموحاتنا، نغفل عن نعمة الصحة التي هي أعظم هدية من الله. ننسى أحيانا أن نعطيها ما تستحق من اهتمام ورعاية، ولكن عندما يمر الإنسان بفترة مرض أو ضعف يصبح أكثر فهما لهذه النعمة، يدرك كم كانت الصحة هي مصدر السعادة والراحة التي لم يكن يراها إلا في اللحظات التي فقدها. لذلك يجب أن نتوقف لحظة لنشكر الله على نعمة الصحة، وأن نستمتع بكل لحظة نعيشها فيها. علينا أن نعتني بأجسادنا، نغذيها بما هو صالح، ونحميها من كل ما يضرها، لأن الصحة لا تعني فقط عدم المرض، بل تعني أيضا العافية النفسية والروحية التي تجعلنا قادرين على العيش بسلام داخلي. لنقدر هذه النعمة، ولنتذكر دائما أن الحفاظ على صحتنا هو أحد أهم أنواع العبادة، فبالصحة نستطيع أن نخدم أنفسنا، وأن نساعد الآخرين، وأن نعيش الحياة التي نتمناها.